السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. وكيف العاده شعارنا لا للحرمان لكن باعتدال. اذا كما كتشوفوا وصفتنا اليوم عباره عن نيوتيلا او بديل النيوتيلا الصحيه، خصوصا الوليدات السكريين ومع الدخول المدرسي. فعلاش لا ما نديروا شي حاجه في البيت ديالنا اللي كنعرفوا شنو درنا فيها، كنديروا مكونات اللي هي صحيه، ما كنديروش 13% ديال نوتيلا ديال البندق والما باقي سكر وزيوت وما عرفت شنو كاع. المهم نيوتيلا غنديروا نوتيلا بحال النوتيلا الاصليه، يعني غنديروها بالبندق، وبطبيعه الحال كتبقى على حسب الرغبه. اذا مناسبه للمرضى السكري والناس اللي كيبغيو ياكلوا الاكل الصحي او لا متبعين شي نظام صحي. كتجي فعلا رائعه لذيذه، ومن لا يعشق الشوكولاته الدهن. المهم نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه غادي نجيبوها وهو البندق. انا عندي بندق ديجا مقشر او لا، يعني كما كتشوفوا. اللي ما عندوش مقشر ماشي مشكل، كتجيبوه كديروه في الفران وكتقشروه. يعني المهم حنايا كنشريتو انا هكاك ما مقشرش باش يسهل عليا الخدمه، ما فيها اللي بدا يقشر. اذا الكميه كتبقى على حسب الرغبه. انا عندي تقريبا واحد 260 250 واحد، المهم ما كاملاش 300 غرام. اذا غادي نديروها في واحد الصينيه ديال الفرن اللي كتدخل الفرن، غادي نحمروهم وبطبيعه الحال كنراقبوهم على نار مهيله. كم مره كنبداو نحركوهم. اللي ما بغاش يحمرها في الفرن فكيحمرها غير في المقله. كلشي كيعرف كيفاش يحمر المكسرات. اذا هنا من بعد ما حمرتها او حمرت البندق، غادي نجيبو اذا في هذه المرحله هذه ملي كتحمروها، وكان الا ما كانت مقشر كتقشروها. المهم كتقشروا البندق. هنايا كنجيبو اي محضرات طعام يعني او خلاط اللي غيخلط لينا هذا الشيء مزيان. الا عندكم خلاط العصير كيخلط مزيان فاستعملوه، او لا محضرات طعام او لا اي يعني ماكينه اللي غادي نطحنوا فيها. لكن الا كانت شي ماكينه زوينه اللي كتنيل يعني كطحن مزيان من الاحسن، لان كما كشفتوا بدايه الفيديو كان شويه يعني باقي حبيبات ديال البندق، لكن ماشي مشكل. يعني ماشي ما كيديرونجيوش، بالعكس كتجي واحد القرمشه شويه في داك الشوكولاته الدهن. اذا المهم راه كما كنوضح في الفيديو، كنحاولوا اول حاجه كنطحنوا البندق بطبيعه الحال بضربات، يعني شويه بشويه، ومره كنبداو نحلوا الخلاط، وكنحاولوا اننا نحيدوا دوك الجوانب ونخلطوه مزيان ونعاودوا نخلطوا. انا ما بغيتش نستعمل ديك واحد الماكينه اخرى ديك اللي كتكون عند العطاره، فقلت علاش لا ما نستعمل غير محضرات الطعام اللي كتكون عند الجميع. وعندنا ديك مولينكس اللي في المغرب 1 2 3 راه معروفه. اذا كنبقاو نستمروا يعني كنبقاو نطحنوا نبداو نخلطوا، المهم عطيوها الخاطر. وفي نفس الوقت خليو دائما الماكينه ديالكم ترتاح، يعني باش ما تخسرش لكم. بحال كنديروا املو. المهم راه واضح، يعني ماشي شي حاجه اللي واو او لا شي حاجه اللي جديده. انا غير حبيت نشاركها معكم، يعني خصوصا دابا مع الدخول المدرسي نديروا شي حاجه صحيه لوليداتنا السكريين. فعلاش لا ما نديروش هاد نوتيلا او شوكولاته الدهن. المهم هنا كما كتشوفوا بدا كيطلق ديك الزيوت ديالو، وغادي نستمروا حتى يولي عندنا هذا الخليط بحال هكا، يعني ناعم وخا فيه حبيبات صغيره يعني ما بايناش، لكن هذا هو جهد الماكينه. ما عندناش الماكينات ديال المصانع. المهم هنايا غادي نديروا الاضافات. هنا عندي فانيلا، كتنكهوها بفانيلا او اي منكه بغيتو. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال زيت جوز الهند. انا درتهم يعني بلا ما ذوبتهم، لان مع ديك السخونيه ديال البندق اللي كاين ومع الماكينه فغادي يذوب بسرعه. اذا نضيف 2 معالق كبار. كاين ناس اللي كيديروه بالزبده، كاين ناس اللي كيديروه بالكريمه، كاين ناس اللي كيديروه واحد النوع اخر، ماشي الكريمه العاديه، القشطه اللي كتكون شويه بحال عاقده، ولا القشطه اللي كتكون عاقده ماشي ديك السائله. انايا ضفت رشه ديال الملح.
لكن بهذه الطريقه اللي كنديروها بزيت جوز الهند ممكن انكم تخليوها غير برا الثلاجه، ما كتخافوا منها، ما كتخسر ما والو. الا درتوا لها الزبده او داك الحليب او الماء اللي كيدير لها الماء، المهم كل واحد شنو كيدير لها، فهذا ضروري انكم تخليوها في الثلاجه، ممكن انها تخسر لكم. هنايا ضفت واحد الكميه صغيره من بديل السكر، ضفت ملعقه صغيره، وغادي نضيف بودره الكاكاو، ضفت 3 ديال المعالق كبار. وممكن انكم تضيفوا انا ما بغيتش نزيد عليكم من قوه المكونات، فممكن اننا نضيفوا شوكولاته، يعني دارك شوكليت او لا شوكولاته السوداء او لا شوكولاته بالحليب. بطبيعه الحال كيكون يعني مناسب للمرضى السكري. كندوبوهم وكنضيفوهم الخليط، كيجي حتى هو رائع، كيعطي واحد القوام اكثر، وان شاء الله نقدر نشاركها معكم الى عاود درتها بطريقه ديال الشوكولا، نشوف القوام ديالو كي غادي يكون. اذا هذا هو الخليط كما كتشوفوا. المهم كنخلطوه في الاول غادي يكون سائل بطبيعه الحال، مع السخونيه ديال البندق وهذا بطبيعه الحال كيكون سائل. وكنحتفظوا به بقنينه ديال الزجاج، بطبيعه الحال كتكون لي معقمه ويعني ما فيها لا ماء لا حتى شي حاجه. وهذا كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو دابا، راه مهم كي كتشوفوا راه سائل، وكتشوفوا بعض الحبيبات ديال ديال البندق، فماشي مشكل. المهم ما كيكونش داك كرانشي او لا مقرمش، يعني ما كيبانش بزاف الا كتاكلوه. اذا كما كتشوفوا هنايا راه باقي سخون. حاولت انني نصورو بالضوء ديال الشمس العاديه، لكن واخا هكاك ما عطاش اللون ديالو، فهنايا عاود رجعت صورته في هنايا. المهم حنا مدابزين غير مع الاناره ومع الضوء، فين نصور وفين هذا هو حل اليوتيوبرز. المهم هنايا غادي نخليه بطبيعه الحال حتى كيبرد، دخلته الثلاجه واحد شي شويه، يعني ما خليتوش بزاف باش نكمل التصوير، باش نحيد ودير المونتاج ونزلوا لكم. هنايا من بعد ما برد واحد شويه كما كتشوفوا القوام ديالو راه عقاد شويه، وغادي يزيد يعقد من بعد الا كتخليوه في الثلاجه. كما قلت لكم الا خليتوه بهذه الطريقه هذه بزيت جوز الهند، ما ضفتوا ليه لا زبده لا والو، فكتخليوه غير برا ديال يعني في المطبخ، يعني في طاوله المطبخ بحال هكاك، بلا ما ديروه في الثلاجه، لان ما غاديش يخسر، ما فيهش مواد اللي غادي تخسرها. وكما كتشوفوا راه كيجي المهم شوكولاته الدهن، شي حاجه اللي كتستعطموا كتذوقوا يعني ذوق ديال البندق كاين موجود حاضر، يعني ماشي بحال النوتيلا العاديه اللي كيكون فيها سكريات وزيت زيوت مهدرجه ويا ماكلينا منها، ما نكذبش عليكم، يعني كنعيش انا النوتيلا وما لا يعشق النوتيلا. المهم نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، خفيف ظريف، وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروه بحاجه اخرى فممكن يديروه باللوز بكاوكاو، وممكن ان شاء الله نشارك معكم وصفات اخرى. مع السلامه.